السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعرف ازاي بعمل الصور المصغره بتاعتي، وهنمر على كذا مرحله. اول مرحله ان انا باخد اللقطه اللي هعمل عليها الصوره المصغره، بعد كده بحط طبقه بتعدل على الالوان بتاعتها على حسب الجو اللي حابب احطه في الصوره المصغره يعني، وبعد كده بنبدا نقص العناصر الاساسيه او بنضيف عنصر تاني من بره، وبعد كده هنتكلم عن الافكتات اللي بحطها على التكست بحيث يبقى شكله فيه لمعه كده او معدني اكتر، وفي الاخر بنحط شويه مؤثرات عشان نخلي الصوره المصغره بتاعتنا جذابه بقدر الامكان. فيلا بينا بلاش نطول في المقدمه وندخل على طول في المقطع. طيب مبدئيا المفروض ان احنا بنختار الفيديو اللي هنعمل عليه الصوره المصغره، فخليني اخش على اي فيديو واخد منه اي صوره. خلينا نجيب سكاي وورز ايام لما كنا بننزل سكاي وورز. طيب خلينا مثلا نيجي للقطه دي اللي كان فيها بيبني وانا ماسك البيضه هنا، وطبعا في ال سي ميديا بلاير غني عن التعريف، ده مشغل الفيديوهات اللي انا بستخدمه، ولما بلاقي اللقطه اللي انا عايزها بوقف وبضغط كليك يمين، وبعد كده بروح لفيديو وتيك سناب شوت، وكده بيكون خد سكرين من الشاشه. بالنسبه لك لو بتستخدم مشغل فيديوهات ما تقدرش تعمل منه سكرين شوت، بكل بساطه هتكبر الصوره للاخر وتستنى لما البتاع اللي تحت ده يختفي بحيث الصوره تبقى فول سكرين كده. بعد كده هتضغط عندك في الكيبورد على ويندوز وشيفت واس مع بعض، وبعد كده هتضغط هنا هيقوم واخد سكرين للشاشه كلها، وبعد كده هتقوم رايح هنا واخد الصوره ومسيفها في اي مكان انت عايزه. هنفترض ان هو الديسكتوب مثلا، وهتطلع عندنا بالمنظر ده. تمام. اما بالنسبه اللي بيستخدموا في ال سي زيي فهيروحوا عند ذيس بي سي، وبعد كده يخشوا على بيكتشرز من هنا او من هنا على حسب الويندوز اللي انت بتستخدمه، ممكن تكون ظاهره او لا. المهم يعني هنروح لبيكتشرز من هنا وهنلاقي الصوره اللي خدناها موجوده هنا، فهنبدا برضو نسحبها بره مش مشكله. ادي الصوره بتاعتنا. نبدا بقى نفتح الفوتوشوب الجميل، نضغط على كرييت نيو، وهنعمل البروجكت بتاعنا بعرض 1920 في 1080. طبعا لو جهازك ما بيستحملش الريزولوشن ده ممكن تقلله للنص اللي هو 1280 في 720. هو طبعا مش النص يعني، ولكن هو الجوده اللي تحت ال 1080 على طول يعني. فانا عن نفسي متعود بصراحه على 1920 في 1080. وهنبدا هنا نسمي الصوره بتاعتنا ايا كان، هنسميها مثلا ثامنيل مثلا. تمام. ده اسم الصوره المصغره على يوتيوب، وهنيجي نضغط كرييت. بعد كده هنروح على فايل اوبن ونختار الصوره اللي احنا لسه واخدينها، هتبقى هنا او هنا، هما الاتنين واحد. وبعد كده هنبدا نسحبها بهذا الشكل للبروجكت بتاعنا. طبعا لو الصوره حجمها اصغر او اكبر من البروجكت بكل بساطه تتاكد انك محدد عليها من هنا، تضغط كنترول تي وتبدا تكبر وتصغر زي ما انت عايز. ولو لقيت الابعاد بتبوظ منك بالشكل ده اضغط على شيفت هتلاقيها ظبطت معاك وما بقتش بتتحرك بالمنظر ده كده يعني. تمام. فنبدا نظبطها في مكانها، وبعد كده هنستخدم اول باك معانا في الفيديو. هحط لكم ان شاء الله الروابط كلها تحت في الديسكربشن، والباك دي هي فري كولر كوركشن. طبعا كل التحيه لشباب الديسكورد اللي بيظبطونا بالباكات على طول. وطبعا لما نفتحها هتطلع عندنا بالشكل ده، وفي عندك صوره روبلوكس ممكن تجرب عليها التاثيرات، او لو عايز تجرب على الصوره بتاعتك انت فبكل بساطه بتقوم واخدها ساحبها وحاططها هنا كده ومظبطها في مكانها، وبعد كده تقوم ساحبها تحت خالص فوق صوره روبلوكس بالظبط، ونبدا نجرب المؤثرات اللي عندنا. طبعا هي متقسمه عندك لنصين. هنفتح اول واحد هنا مثلا وهنضغط على بيربل، هتلاقي اللون البنفسجي هو اللي نطق الكونتراست. المهم هتبدا تجرب المؤثرات براحتك، وانا ملاحظ بصراحه انه هنا بيلعب على الكونتراست والبرايتنس اللي هو السطوع والغمقان والتباين والحاجات اللي زي كده يعني. وهنا مثلا تحس ان هو قلب شاشه التلفزيون حاجه زي كده. اما بالنسبه للنص التاني فبيتحكم بالالوان اكتر شويه يعني. مثلا لو ضغطت هنا على بلو هتلاقي الصوره كلها اتحولت للون الازرق، ونفس الحكايه مع الريد، نفس الحكاية مع الجرين. ورقم 2 ده لما بنشيله بيرجع الصورة لأصلها، هو تقريبا بيديها سنة غمقان كده. ده رقم 1 بيحط لون بني غريب كده. فأنا بصراحة بشوف إن الجزئية دي مفيدة جدا للناس اللي بيحبوا يخلوا الصورة المصغرة ليها لون ثابت، اللي هو البنفسجي مثلا، أخضر، أحمر. ولكن بما إننا بنعمل صورة مصغرة للفيديو اللي إحنا بنشرحه دلوقتي، فإحنا بنتكلم عن الصورة المصغرة، فممكن نختار أي لون على ما يهيألي يعني. ولكن بالنسبة لي خلينا مثلا نخليه جولد. لا بلاش، يا نهار اسود ده فاقع قوي، صلي على النبي كده. ده الهاي كونتراست لايتن تو تون. اوكي ده بيحط لون احمر وازرق كده، كده بيشيل الالوان خالص. فخلينا نحط الاورنج جولد. الجولد حلو. بعد ما خلاص حددت الافكت اللي انت عايزه هتقوم جاي ضاغط عليه كده وتضغط كنترول سي في الكيبورد، وترجع للبروجكت الاساسي بتاعك وتضغط كنترول في، هتلاقيه اتطبق معاك بالمنظر ده. او بكل بساطه لو مش عايز تحفظ اختصارات هتحدد عليه وتقوم سحبه كده وكده. طيب احنا عايزين بقى نحول الاتنين دول يبقوا صورة واحدة على بعضها كده، مش عايزينهم يبقوا اتنين كده. ففي حل ان احنا بنيجي نختارهم هما الاتنين عن طريق ان احنا بنختار اي واحد فيهم، وبعد كده نضغط كنترول في الكيبورد ونضغط على التاني كده. احنا حددنا الاتنين مع بعض، وبعد كده هنضغط على كنترول اي كده. هو حطهم الاتنين كصورة واحدة. ولكن في حل ممكن يكون افضل من كده، وهو ان احنا نضغط كليك يمين
ونضغط convert to smart object. ده هيخليهم برضو زي ما يكونوا صورة واحدة، ولكن هيدينا السماحية ان احنا لو حبينا نعدل اي حاجة جوه بعد كده فهنبدأ نضغط دبل كليك هنا كده وهنلاقيهم هما الاتنين متفرقين. ولو شلنا دي مثلا وضغطنا كنترول اس وبعد كده رجعنا تاني هنلاقي التأثير اتحط، يعني كأننا حطيناهم في جروب ولكن نقدر نعدل عليه في اي وقت يعني. فهنرجع تاني للسمارت اوبجكت بتاعنا ونفعل اللون بتاعنا ونضغط كنترول اس فهيرجع تاني في البروجكت الاساسي زي ما كان، وده اللي انا بفضله بصراحة. وبعد كده عندنا الباك جراوند اللي تحت دي احنا مش عايزينها في حاجة فهنضغط عليها دبل كليك وبعد كده اوكي، وبعد كده هنضغط على ديليت في الكيبورد. وبالمناسبة اي زرار هضغط عليه بعد كده هيظهر لكم في الزاوية هنا كده عشان لو في اختصار استخدمته ونسيت اقوله في الفيديو. تمام طيب كده احنا خلاص حددناهم وبقوا هما الاتنين في طبقة واحدة يعتبر يعني. بعد كده هنحتاج نقص العناصر الاساسية، يعني مثلا الاخ ده عنصر اساسي والبيضة عنصر اساسي، بحيث اللي يشوف الصورة يفهم ان انا هرمي البيضة عليه. تمام طبعا حاجة زي دي لو انت لسه بادئ في اليوتيوب انت مش مطالب تعملها قوي يعني، مع انه يفضل يعني. كده كده مع الوقت هتظبط معاك باذن الله وهتبدا تفهم ايه العناصر اللي ممكن تركز عليها. ولكن لو عايزين نلخص فدلوقتي عندي البيضة وعندي البني ادم اللي هيمشي ده والمفروض ان انا هرميها عليه، فعايز اخلي المشاهد اللي يشوف الصورة المصغرة ياخد باله من البيضة ومن الاخ اللي ماشي. فهحتاج اني احدد البيضة لوحدها، فهنيجي على البين تول وهنبدا نحدد البيضة بالشكل ده كده. وطبعا لو في اي خط حطيته في مكان غلط هتيجي بكل بساطة تضغط على كنترول في الكيبورد وتفضل ضاغط عليها وتبدا تسحبه وتحطه في المكان اللي انت عايزه. بعد كده نكمل تقطيع. تمام احنا كده حددناها كلها فهنبدأ نقفل الدايرة بتاعتنا. بعد كده هنروح هنا ونضغط على سيلكشن ونتأكد ان دي صفر ونضغط على اوكي. بعد كده هنيجي في الكيبورد نضغط على كنترول جي، هنلاحظ انه عمل لنا طبقة تانية هنا على الفوتوشوب ونقدر نسحبها وهنلاقيها هي البيضة بالظبط. بعد كده هنروح نقص الاخ اللي هناك، هنرجع نحدد تاني الصورة الأساسية بتاعتنا. طبعا مش شرط تكون جايبه بشكل دقيق قوي لان اساسا الصورة المصغرة بتبقى صغيرة يعني، فمش كل التفاصيل هتبان. المهم خلي التحديد بتاعك معقول بس مش اكتر. تمام ادي الاخ بتاعنا. نرجع تاني نضغط على سيلكشن بعد كده نضغط على كنترول جي، ولو رجعنا هنا وحركنا هنلاقي انه عمل لنا برضو طبقة تانية من الاخ اللي احنا حددناه. طبعا دلوقتي لو خفينا الصورة الاساسية هنلاقي البيضة والبني ادم هم بس اللي موجودين. طيب هنعمل ايه احنا بقى في الصورة الاساسية؟ بكل بساطة هتبدأ تحددها، تضغط على فلتر بلور جاوزيان بلور وتبدأ تزود البلور لحد ما توصل للدرجة اللي انت عايزها. انا عن نفسي هخليها كده مثلا. بعد كده اوكي، وممكن بعد كده نحط فلتر تاني بلور موشن بلور ونبدأ نتحرك كده. طبعا انت عندك الزاويه هنا ممكن تظبط الموشن بلور بالزاويه اللي انت عايزها، انا هخليها صفر زي ما هي وهنضغط على اوكي. طبعا ممكن ناخد اللاير بتاعه الاخ بتاعنا نضغط كنترول تي ونبدا نكبر بحيث مثلا ممكن حجمه يزيد شويه. بعد كده هناخد البيضه بتاعتنا نضغط عليها ضغطتين ورا بعض ونحط ستروك مثلا ونضغط على اوكي. ممكن ناخد الاخ بتاعنا ونحط له ستروك هو كمان، خليه مثلا 3 ولا حاجه وتمام كده. طبعا ممكن البيضه كمان نحط لها اوتر جلو، طبعا دي حاجات ترجع لذوقك يعني. ادي السايز على الاخر، بريد على الاقل، سايز نبدا نزوده سنه سنه، ممكن نقلل الاوباسيتي شويه. تمام يتهيالي كده معقول. ممكن نحط كمان انر جلو لو عايزين، نزود السايز، نقلل الشوك، ممكن نقلل الاوباسيتي. تمام كده جميل. دي كانت الطريقه الاولانيه. هتقولي طريقه اولانيه ايه؟ لا هي الطريقه الاولانيه لانك تركز على عنصر معين في الصوره، ولكن بحكم ان الصوره المصغره اللي انا بعملها دلوقتي دي المفروض تبقى هي الصوره المصغره بتاعه الفيديو بتاع الصور المصغره اصلا، فاللي بيتفرج على الفيديو مش هيهتم بحته البيضه والبني ادم اللي بيجري ده. فانا عن نفسي هكتفي بالتعديل بس على الصوره الاساسيه وهمسح الليارين التانيين، وبعد كده هروح على فايل اوبن وهختار الريندر اللي انا مجهزه مخصوص عشان الحلقه دي. طبعا لو حابب تعرف ازاي تعمل ريندر زي ده هتلاقي في الاي فوق السلسله بتاعه ريندر على بلندر اللي بنشرح فيها ازاي تعمل ريندر زي ده بالتفصيل. وفي وقت التصوير ده السلسله لسه فاضل لها حلقه هتنزل الاسبوع الجاي باذن الله. المهم هنبدا نسحب دي كده وهبدا احطه هنا بالوضع بتاعه بالمنظر ده. طبعا السكن انا حاسه غامق سنه فممكن نيجي هنا كده وبعد كده نختار برايتنس اند كونتراست، ممكن نزود البرايتنس شويه، وعشان بس مش عايزينه يفتح الخلفيه كلها فهضغط هنا هتلاقي في سهم كده نزل على السكن، معنى كده انه بيعمل التأثير بتاعه على السكن. بس نبدأ نزود البرايتنس وممكن نزود الكونتراست شوية. يتهيألي كده شكله احسن. طبعا لو ضغطت هنا هتشوف الصورة القديمة قبل وبعد التعديل. تمام يتهيألي كده شكله كويس. ممكن نقلل دي بس سنة. تمام هنبدأ نحددهم هما الاتنين، وكالعادة كليك يمين convert to smart object عشان نحطهم في لاير واحدة. هنضغط على حرف التي في الكيبورد او نروح لأداة التكست من هنا وهنيجي نضغط في اي مكان. ممكن اكتب مثلا الصورة مصغرة. تمام بعد كده هنقوم مسحين كلمه المصغره دي. انا بس اللي في دماغي ان انا عايز احط الافكتات كلها على نص واحد وبعد كده اقوم اعمل له دوبليكيت او اعمل له كنترول جي فيعمل منه نسخه تانية فيها نفس المؤثرات، وبعد كده ابقى اكتب في النسخه التانية كلمه المصغره عشان ما نقعدش نكرر نفس الخطوات مرتين. تمام لو ما فهمتش كمل معايا وهتفهم في الاخر. المهم هنحدد التكست لاير بتاعتنا وهنضغط كنترول تي وبعد كده نبدا نكبر. ممكن نضغط على الت عشان يكبر من النص ونخليها كده مثلا. طبعا مهم ان النص يكون حجمه كبير عشان يظهر للناس اللي هتشوف الصوره المصغره. ممكن نخليه كده مثلا وبعد كده
كده هنبدا نضغط دبل كليك على التكست بتاعنا وناخد دي على جنب عشان نشوف التاثيرات اللي هنعملها. هنخش اول حاجه على دروب شادو وهنقلل السبريد للاخر والسايز للاخر وهنزود الديستانس شويه، مثلا ممكن انا عندي 26 كويس، بحيث ان انت برضو ما تعديش النص. احنا عايزينه يعمل زي ظل تحت كده او زي ما يكون نص 3D بشكل ما يعني. وطبعا دي هتبقى زاويه 90. اوكي ضغطت انتر بالغلط. وممكن طبعا تغير الزاويه زي ما انت عايز، او والله شكله كده كويس. لحظه كده 135. 135 حلو. برضو ضغطت انتر تاني بالغلط فهضطر ارجع تاني. وهنتاكد ان دي معموله نورمال وهنخش على اللون هنخليه رصاصي. تمام. انا المفروض كنت اشرح من فوق لتحت ومع ذلك شرحت من تحت لفوق، ف يعني ما تشغلش بالك. المهم بعد كده هنخش على سيتن من هنا كده وهنتاكد ان دي معموله على مالتيبلي وهنخلي لونه اسود. وهتبدا تغير الديستانس. طبعا السايز هنخليه مثلا 27 مبدئيا يعني. ادي 27 لا مؤاخذه، بضغط انتر بالغلط تاني. المهم هنخلي ده 27 وهنبدا نحرك الديستانس لحد ما تلاقي ان النص شكله عاجبك. انا عن نفسي بحب اخلي في النص كده يعني ايه خط ماشي كده بالمنظر ده. طبعا في ناس ممكن تحب تعمله كده تخلي فيه زي نغمشه بسيطه، فده بيبقى على حسب ذوقك. انا عن نفسي بحب اخليه كده مثلا بحيث يبقى زي ما يكون فيه خط كده بيدي احساس معدني شويه يعني. بعد كده هنخش على انر جلو وهنبدا نعلي في السايز حاجه بسيطه 13 مثلا، والاوباسيتي هنعليها على الاخر. وبعد كده هنزود التشوك سنه طبعا يعني ايه ظبطها لحد ما تبقى بالشكل اللي انت عايزه. انا بالنسبه لي كده كويس. والرينج ممكن تعليه برضو ممكن توطيه براحتك. انا هخليه زي ما هو على 51 او هو كان ايه قبل كده كان 49 مش فارقه يعني. بعد كده هنروح للجريدينت اوفرلاي عشان نخليه غامق من تحت وفاتح من فوق. طبعا انت غالبا يعني مش هتلاقيه طلع معاك كده من اول مره، هتضطر تعمل دي مالتيبلي وهتعلي الاوباسيتي للاخر وتتاكد ان السكيل معمول على 100 والزاويه هنا هتبقى 90. وبعد كده نبدا نخش جوه اللون ذات نفسه. وبعد كده ممكن تلاقي شويه الوان محطوطين في النص كده ايا كانت الالوان دي ايه يعني. المهم هتبدا تمسحها كلها. هتيجي عند واحد هنا هتضغط ديليت وده ديليت وهتسيب اللي على الشمال واللي على اليمين بس. اوكي في واحد زياده هنا هنمسحه. بعد كده هتروح على اول واحد على اليمين هتخليه لونه ابيض تماما. بعد كده تروح لاخر واحد على الشمال وتخليه مايل للرمادي. طبعا كل ما رحت ناحيه الاسود كل ما اللي تحت كان اغمق، فشوف انت حابب ايه. انا عن نفسي بسيبه على الرصاصي كده. وبعد كده اوكي وهتلاقي التكست بتاعك بقى بالشكل ده. طبعا ممكن تغير السكيل تعليه توطيه. طبعا لو وطيته خالص هيتحول ليه خط هنا كده، فانا عن نفسي بسيبه 100 زي ما هو. وانت كده في نفس قائمه الجريدينت ممكن تضغط هنا وتبدا تطلعه فوق وتحت، فدي معلومه اضافيه ممكن تفيدك. بعد كده نضغط على اوكي ونيجي هنا نضغط كليك يمين. وبعد كده فين دوبليكيت اهي دوبليكيت لاير هيعمل لنا نسخة تانية. نضغط على اوكي عمل لنا نسخة تانية من اللاير بتاعة الصورة. او ممكن بكل بساطة تضغط على التكست لاير بتاعتك وتضغط كنترول جي في الكيبورد وتبدأ تنزل ده كده. وبعد كده هنروح للتكست تول تاني ونحدد ده ونكتب المصغرة. تمام. وهيطبق عليه نفس التأثيرات بالظبط. بعد كده هنروح للتايب تول بتاعتنا عشان نغير اللون هنا. نحدد التكست كله وبعد كده نغير اللون. نخلي اللي فوق مثلا لونه ابيض هنلاقيه اتحول للون الابيض، واللي تحت هنخلي لونه برتقاني. ممكن ناخد حتة من هنا كده. اوكي لونها مش لطيف يا سيدي. السكن فيه لون برتقاني. اوكي شكله مش لطيف برضه بقى. ممكن ناخده من هنا ونبدأ احنا نحط اللون البرتقاني بتاعنا. اعتقد كده شكله معقول شوية. ممكن بس نميله للبرتقاني سنة. هنبدأ نطلع دي فوق. وطبعا نتأكد ان كلمة المصغرة او ايا كانت الكلمة اللي موجودة تحت تبقى في اللاير هنا فوق الكلمة التانية عشان تقدر تعمل التداخل ده. عشان لو نزلتها تحت هتلاقي الموضوع ده حصل، يعني الموضوع ما بيبقاش شكله لطيف يعني. فهنخليها كده مثلا. ممكن طبعا نضغط كنترول تي ونكبرها شوية ونبدأ نحددهم الاتنين مع بعض وننزلهم، او خليها كده عشان تبقى قدام السكن والسكن باصص لها المنظر ده كده. يا سيدي خليها تحت مش مشكلة. يا سيدي كنترول تي ميله كده بس كده جميل. بعد كده هنقوم رايحين للبين تول ونبدأ نحدد عشان عايزين نعمل طبقة وراهم تغطي على الفراغات اللي في النص. فهنبدأ نحدد من هنا كده نطلع فوق مثلا عشان نغطي على حرف الصاد. نيجي هنا نغطي على الواو. بعد كده نخش هنا وخليها مثلا هنا كده كده كده. تمام كفاية. ممكن ننزل تحت بقى، او اقولك على حاجة خلينا نطلع هنا عند الته المربوطة نغطيها هي كمان. ونيجي هنا ونكمل بقى على باقي التكست بتاعنا وناخده كده وكده. بعد كده مش هنختار سيلكشن هنختار شيب. وبعد كده نخش على الشيب تول ونروح هنا عند الفيل ونضغط هنا ونخليه بنفس لون الشادو. هنقوم واخدين نقطة من هنا كده
نضغط اوكي، وهيبقى بنفس لون الشادو بالظبط. وطبعا تتاكد ان الستروك مقفول من هنا. وبعد كده نقوم منزلين الشيب بتاعنا تحت وهتطلع لنا بالشكل ده. بعد كده هنقوم محددين الثلاث ليارات بتاعتنا، وبعد كده نعملهم في جروب على بعضه، وبعد كده نعمل دبل كليك على الجروب ده، وبعد كده هنضيف ستروك يبقى بنفس لون الشادو برده بالمنظر ده. نبدا نعليه شويه او نعليه حبتين يعني بالشكل ده. نضغط على اوكي، وبعدين هنضغط هنا تاني على علامه الجروب، وهنقوم ساحبين الجروب بتاعتنا ندخلها جواها ونقفل، ونقوم ضاغطين دبل كليك ونعمل ستروك، ونحط ستروك بسيط 3 مثلا، ونخش على كلر ونخليها لونها ابيض تماما. وبعد كده اوكي تمام كده ظبطنا التكست. طبعا السكن بتاعي لحظه واحده نسيت ان انا احط له ستروك، اي حاجه تميزه. وممكن اضيف له انر جلو، نقلل الاوباسيتي شويه، وممكن نحط دروب شادو. ممكن بقى نقلل الديستانس للاخر ونعلي السايز حبتين 3 ونخلي ده باللون الاسود ونضغط اوكي. طبعا ممكن ما تضيفش شادو، ممكن بدل الشادو تحط جلو خلي السكن منور، ولكن انا اخليه شادو كده احسن. بعد كده هنبدا نضغط على فايل اوبن، ونروح للثامنيل باك اللي هحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن ان شاء الله، ودي اللي فيها كل الاضافات اللي هتظبط لنا صوره مصغره باذن الله. هنبدا نخش على براش لايتس، ودي فيها الوان كتير، ممكن تختار اكتر واحده مناسبه للصوره بتاعتك منها. فمثلا في عندنا البرتقاني ليه اللون ده، والبرتقاني برضو تحت ليه شكل تاني، وفي برتقاني كمان تحت هنا. ولو نزلت لتحت عند لايتس هنا هتلاقي فيه برضو اضاءات من باشكال بشكل مختلف يعني. فخلينا نطلع فوق وناخد ده وده، هنقوم محددينهم الاتنين مع بعض من كنترول ونضغط على الاتنين ونبدأ نسحب ونحطها في الثامنيل بتاعتنا او الصورة المصغرة بتاعتنا. وممكن تسحبهم وتنزلهم تحت خالص بالمنظر ده، او لا مش تحت خالص، عايزينهم على الاقل فوق الصورة دي. تمام، خلينا بس نسحب دي كده عشان تبقى جنبنا. وبعد ما نشيلهم خلينا نقفل دي، خلينا نخش على لايتس نضيف كمان واحد برتقاني، نقوم ساحبينه حاطينه هنا بالشكل ده عشان يحط لمعه ورا التكست بتاعنا. ونرجع تاني للثامنيل باك ونشيل اللايتس. ولو رحنا هنا عند بوردرز ممكن تلاقي بوردر هنا او اطارات يعني ممكن تحطها، ولكن بصراحه ساعات بسترخمها فانا مش عارف هل هتظبط هنا ولا لا. شكلها مش بطاله على فكره، وخاصه شكلها ورا السكن كده كويس. طب لو جربنا نطلعها فوق خالص هل هيبقى شكلها كويس؟ شكلها مش وحش، بس خليها تحت السكن برضو. وكلمه المصغره عايزه تتحول للون الاصفر حبتين عشان شكلها كده مش لطيف. اوكي، بعد كده نرجع نقفل الجروبات بتاعتنا تاني ونسمي ده تكست عشان برضو ايه ما نتلخبطش. بعد كده نخش على الثامنيل باك، نقفل ده، نخش على اروز ونبدأ نسحب اي سهم من اللي هيعجبونا. انا مثلا بحب استخدم ده، ممكن ناخد ده كده ونعمل كده نميله ونضغط انتر. وطبعا بما ان لونه مختلف عن الوان الصوره المصغره فهاجي هضغط هنا، وبعد كده هروح على هيو اند ساتوريشن، وبعد كده هضغط هنا عشان التاثير يتحط على السهم بس. وبعد كده نرجع للادجستمنت لاير بتاعتنا تاني ونقوم محركين ده كده، لونه هيفضل يتغير واحنا هنظبطه بقى زي ما احنا عايزين. هنخليه كده مثلا، ممكن نزود الساتوريشن شويه، ممكن نقلله نخليه ابيض او اسود، فانا هسيبه كده زي ما هو. ممكن نخليه فاتح شويه، ممكن نغمقه، اعتقد كده كويس. نبدا بقى نحدد الاتنين مع بعض، كليك يمين كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان يتحطوا هما الاتنين في لير واحده، ونسميها ارو مثلا عشان بس ما نتلخفنش. ونبدا نسحبها كده، ممكن ننزلها تحت السكن بحيث ان احنا نعديها من هنا كده. وممكن نخش عند الارو دبل كليك ونحط شادو، يعني شادو بسيط كده حلو، ممكن نزوده شويه. اوكي حلو كده. وممكن نرجع للسكن. خلاص كده ظبطنا الحاجات الاساسيه، يا دوب بس بنظبط الالوان اللي ده كده، اعتقد كده شكله الطف. ولو شلنا الجلو هل والله مش عارف اسيبه ولا اخليه اسيبه ولا اخليه الله ينور، اسيبه ولا اشيله يعني. خلينا شايلينه احسن. بعد كده ما فاضلش غير اخر جزئيه عايزه تضاف، ودي طبعا مش شرط انك تضيفها خالص يعني، ممكن تبقى اللوجو بتاع البرنامج اللي بتشرحه مثلا او السيرفر اللي انت بتلعب فيه، او واحد من الايموجيز عندنا هنا كده ماشي. ممكن ناخد ده كده، ناخده نحطه هنا ونضغط كنترول تي، نبدأ نلفه ونصغره كده انتر. وبعد كده ممكن نفتح الجروب بتاعت التكست ونقوم سحبينه وحاطينه مع التكست بالمنظر ده تحت خالص. ممكن نسحبه كده ونرجع نقفل الجروب تاني. وفي تكة أخيرة ممكن تعملها، ممكن تحط لاير جديدة من هنا وتسحبها فوق خالص، وبعد كده تجيب البراش تول، هي فين اهي. وطبعا ممكن تغير حجمها من هنا، تغير السايز بتاعها كده، ولكن انا بصراحه بفضل اغيره عن طريق اني بضغط على الت في الكيبورد وبعد كده بضغط كليك يمين بالماوس. لو حركت يمين وشمال حجمها بيتغير، لو حركت فوق وتحت الصلابه بتاعتها بتتغير. فانا بحب اخليها سوفت كده، نكبرها شويه ونبدا نحدد على التكست كله. بس طبعا انا مش عايزها باللون الاسود، فخلينا نختار لون تاني. خلينا مثلا ناخد ده، او بلاش الاصفر، خلينا ناخد البرتقاني اللي هنا ونعمل كده. بعد كده هنضغط هنا ونخليها اوفرلاي من هنا بالمنظر ده، او ممكن تخليها سكرين يعني. ممكن تلعب في الحاجات دي لحد ما تشوف انهي واحده فيهم المناسبه اكتر. انا شايف سكرين كويسه، بس عايزه الاوباسيتي تقل شويه. جميل. انا بصراحه مسترخم شكل الايموجي، شكله مستفزني من الصبح. نمسحه خالص. ممكن بقى ناخد كام حاجه كده من الثامنيل باك. ممكن نخش على البراشز، في واحده كده بحب استخدمها اهي، هي دي. قوم جاي واخدها حاططها هنا كده
وكبر كده مثلا. ممكن نحطها ورا التكست، على فكرة شكلها ورا التكست مش وحش برضو. ممكن نغير حجمها. تمام جميل. وممكن ناخد دي ننزلها تحت السهم. وبس كده اعتقد الصورة المصغرة ما عادش فاضل لها حاجة تانية. بعد كده هنخش على فايل اكسبورت، كويك اكسبورت از بي ان جي، او لو بتستخدم اصدار قديم هتضغط على اكسبورت از، وبعد كده هنختار من هنا بي ان جي، وبعد كده اكسبورت، وهنختار المكان اللي هنحفظها فيه. هيكون مثلا انا بحطها في الفولدرز اللي هنا، فهنضغط على سيف وهنستناه شويه على بال ما يتحفظ معانا. بعد كده لو دخلنا على الفولدر اللي هو هنا وهنا اهي الصوره. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه مقطعنا النهارده. فلو عجبكم المقطع ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده اشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.